ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. فيديو جديد، وفيديو النهارده يعني هكمل معاكم في التلاجة. مش هعمل التلاجة لان انا عملت الفريزر في روتين في فيديو قبل كده، وعملت باب التلاجة في روتين في فيديو قبل كده. كان فاضل لي التلاجة. طب انا متأخرة عليها ليه قوي كده وما يعني ما انجزتهاش وخلصتها عشان ابقى نظفت التلاجة كده كلها؟ هقول لكم ليه. عشان كنت مستنية ان انا اشتري شوية حاجات، من ضمنها المنظمات دي. انا جبت المنظمات اهي دي كده علشان خاطر ما كانش عندي منظمات مستطيلة ومربعة، لان المنظمات المستطيلة والمربعة بتبقى احسن كتير جدا جدا في الرصة بتاعة التلاجة، يعني احسن من البيضاوية والمدورة. وكمان انا عندي رفوف التلاجة مش بتخرج من التلاجة، فمش بعرف ان انا اصبنها كويس واغسلها على الحوض. فكنت بقى مستنية اجيب لها كده منظف علشان اعرف ان انا انضفها كويس وهي موجوده جوه التلاجة، الرفوف يعني. فلقيت المنظف اللي هو بتاع التلاجات والميكرويف بتاع ماي واي ده. عمري ما اشتريته قبل كده وعمري ما جربته قبل كده. قبل كده كنت بصبن الرفوف وببتدي ان انا انشفها وامسحها كويس جدا وهي موجوده جوه التلاجة، بس بصراحه بتعذبني قوي. فلقيت بقى المنتج ده بتاع ماي واي، عمري زي ما بقول لكم ما جربته قبل كده. فالنهارده هنجربه مع بعض. فاعتبروا بقى الفيديو بتاع النهارده روتين تشجيعي كده علشان نشجع بعض، وكمان في نفس الوقت يعني ريفيو عن المنتج ده علشان هنجربه مع بعض. يعني هستعمله دلوقتي معاكم ونشوف النتيجة بتاعته مع بعض وهقول لكم رأيي فيه. فالفيديو النهارده عبارة عن روتين وكمان ريفيو عن المنتج بتاع ماي واي ده. وكمان كنت برضو عايزة اجيب شوية يعني علب كده تكون صغيرة بس تكون برضو مربعة او مستطيلة. فبصراحة ما لقيتش علب بلاستيك، فجبت بقى العلب اللي هي دي زي ما انتوا شايفينها كده، بيكون ليها غطا لان عايزة انظم بيها حاجة معينة في التلاجة. فلقيتها ان هي هتكون مناسبة جدا، فجبت برضو شوية العلب دول. فعلشان كده كنت متأخرة، كنت مستنية ايه اجهز شوية الحاجات دي علشان اعرف ان انا انضف التلاجة. وبمناسبة بقى الفيديو ده، لان الفيديو ده مش هيكون فيه اي حاجة غير ان انا هعمل معاكم التلاجة واديكم ريفيو عن المنتج اللي انا اشتريته. فبمناسبة بقى الفيديو ده، انا عايزة اقول لكم ان انا ان شاء الله هعمل لكم سلسلة فيديوهات. سلسلة الفيديوهات دي عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن ان هي هتكون ان انا اشجعكم واتشجع معاكم ان احنا ننجز ولو مهمة واحدة في يومنا بره المهام الاساسيه بتاعه البيت. يعني احنا عندنا حاجات اساسيه بنعملها كل يوم زي الطبخ، المواعين، الغسيل، تنظيف الحمام، كنس البيت وترويقه، دي حاجات اساسيه. لكن طبعا البيت بيكون فيه حاجات مستخبيه كتير زي ظروف المطبخ الداخليه، دواليب الاوض بتاعه الهدوم، زي التلاجة، الميكروويف، فرن البوتاجاز. حاجات مستخبيه كتير كده في البيت بتبقى محتاجه ان هي تترتب وتتنضف وبنبقى مكسلين عنها. فانا هعمل بقى سلسله فيديوهات وهسميها انجزي مهمه واحده بس في يومك. فلما تلاقوا العنوان ده تعرفوا ان الفيديو هيكون فيه مهمه واحده بس انا هعملها معاكم كل يوم بره المهام الاساسيه. زي النهارده كده، انا مهمتي النهارده يعني بره الحاجات بتاعه البيت التانية، الاكل والمواعين والحاجات دي، ان انا هعمل باقي التلاجة. يوم تاني هختار مهمة تانية او مكان تاني ارتبه انضفه واشاركه معاكم. فهتلاقوا الفيديو بسيط وسريع علشان خاطر هننجز فيه مهمة واحدة بس، علشان انتوا كمان تتشجعوا معايا وتبدأوا بعد ما تشوفوا الفيديو تدوروا على اي حاجة مستخبية كده عندكم ومكسلين عنها، وتبتدوا ان انتوا تقوموا كمان ايه تنظفوها كده وتنظموها. فنشجع كلنا بعض. بس ما تنسونيش بقى باللايك الحلو كده بتاعكم وكومنت حلو علشان تشجعوني، والاشتراك طبعا في القناة لو كنتوا اول مرة بتشوفوني. فيلا على طول نبتدي، علشان انا عارفه طولت عليكم جدا جدا في المقدمه، بس كنت عايزه اشرح لكم الوضع. بس ان شاء الله هننجز مع بعض بقى دلوقتي على طول. هنبتدي بالتنظيف ونجرب المنتج واقول لكم رايي فيه. قبل بقى ما نبتدي ان انا افضي التلاجة وابتدي ان انا استخدم المنظف، عايزه اوريكم التلاجة كده بالتفصيل الاول علشان نشوف يعني قبل وبعد، نشوف الفرق ده بالنسبه للتنظيم. بصوا كده، يعني هي ما فيهاش حاجات كتير وانا انتهزت الفرصة علشان ايه اعرف انضفها براحتي، وبعد ما انضفها ابقى اجيب بقى باقي الخزين بتاعي. عايزه اوريكم بقى منظر الرفوف طبعا عامل ازاي. بصوا انا الرفوف عندي زي ما بقول لكم ما بتخرجش من التلاجة اهي. بصوا علشان الباب هنا بيبقى حاجزها. فزي ما انتم شايفين بصوا المنظر، يعني متبهدله اخر بهدله. حابه اوريكم عن قرب كده ليه؟ علشان خاطر ايه بعد كده نشوف النتيجه بقى بتاعه المنتج اللي احنا جبناه. بصوا المنظر، شايفين؟ يعني بصراحة يعني
حالها صعب جدا جدا. وعندي الادراج هنا كمان برضو، بصوا هي مش متنظمة نهائي. وهنا بصوا الارضية عاملة ازاي، شايفين؟ فهنجرب بقى المنتج بتاع ماي واي ده علشان نشوف مع بعض كده نتيجته عاملة ازاي. فهبتدي بقى اخرج كل الحاجات دي وابتدي ارش كده المنتج. فيلا بينا كده على طول ايه نبتدي. عايزاكم بقى بس كده في الاول تقولوا لي ايه رايكم في فكره سلسله الفيديوهات اللي انا قلت لكم عليها. عايزاكم تكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ضروري جدا جدا لان رايكم يهمني جدا. هل هتبقوا حابين الموضوع ده والموضوع هيبقى مشجع بالنسبه لكم والفيديو هيكون ممتع بالنسبه لكم، ولا حاسين ان الفيديو كده هيكون مثلا فاضي ومش مليان قوي، زي الروتينات اللي هي بيكون فيها حاجات مختلفه كتير. فرأيكم يهمني جدا، فأهم حاجة ان انتوا تكتبوا لي رأيكم ان شاء الله في الكومنتات تحت، علشان خاطر انا حابة ان انا اعمل الحاجة اللي انتوا كمان تكونوا حابين ان انتوا تشوفوها. اولا علشان نتشجع مع بعض، وثانيا علشان خاطر يعني لما اعمل الفيديو الاقي فيه تفاعل عليه كده، ان انتوا تتفرجوا عليه لحد الاخر وان انتوا تعملوا له لايك كده وتكتبوا له كومنت حلو علشان خاطر تشجعوني. فدي بتبقى حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لي. فانا دلوقتي زي ما انتوا شفتوا كده بقى ايه، فضيت كل التلاجة من الحاجات اللي موجودة فيها، وهبتدي بقى ان انا ارش المنظف بتاع التلاجات والميكرويف بتاع ماي واي زي ما انا وريته لكم كده في اول الفيديو. وزي ما قلت لكم انا اول مرة بستخدمه، فهنشوف دلوقتي النتيجة كده مع بعض. ابتديت ان انا ارش كل الرفوف والاجناب بتاعة التلاجة والظهر بتاع التلاجة. وطبعا التلاجة كانت بشعة زي ما انتوا شفتوا كده في الاول. فانا هستنى كده شوية واشوف النتيجة هتبقى عاملة ازاي. انا مش هسيب المنتج يعني او المنظف ده كتير على الرف. انا مجرد ما انا بس ايه يعني بدأت ان انا ارش الرف اللي فوق وانتهيت من تحت، فهبتدي بقى باول واحد انا رشيته. فالموضوع يعني كان مجرد بس ان انا سبت المنظف كده على الرفوف مجرد دقايق مش اكتر، يعني مفيش دقايق كمان يمكن ثواني. وبعدين بدأت بقى ان انا امسح، مش بليفة ولا بسلكة ولا ادعك ولا اي حاجة خالص. انا جبت كده جزء من الرول اللي هو بتاع المناديل بتاعة الزيت دي. انا بستخدمها في التنظيف، بتبقى حلوة جدا جدا لان هي بتلم المية بسرعة، يعني بتشرب المية بسرعة. فبدأت ان انا امسح بقى الرف زي ما انتوا شايفين كده من فوق ومن تحت والجناب بتاعة التلاجة. وطبعا طلعت يعني بلاوي بمعنى الكلمة. الرف كان بشع. وبصراحة يعني نضف كويس جدا جدا من غير ولا دعك ولا ان انا اسيبه منقوع كتير ولا سلكة ولا اي حاجة خالص. بس هو بيعمل زي رغوة كده شوية. يعني المناديل دي بعد كده بعد ما بمسح بيها باخدها وببتدي ان انا اغسلها واعصرها كويس. فبتنزل معايا زي صابون، بتبقى محتاجة ان هي تتغسل كذا مرة. بس عايزة اقول لكم بقى ان ريحته جبارة، ريحته حلوة جدا جدا جدا. ريحته ليمون، يعني ليمون قوي 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 قوي. فبصراحة ريحته عطرية كده ومنعشة ومطهرة. يعني المهم ان انا حاساه ان هو ريحته منعش كده وفريش، وخلى التلاجة ريحتها كده نظافة. فاهمين ازاي؟ يعني التنظيف ممكن ان احنا نستبدله بالمسحوق بتاع مثلا المواعين مع حبة خل. التلاجة هتنضف وتبقى زي الفل. ولكن الريحة بتاعة المنظف ده بصراحة خطيرة. يعني مفيش اي مسحوق ولا اي خلطة هنعملها نغسل بيها التلاجة هتدينا الريحة دي نهائي. اول مرة اشم ريحة منظف حلوة قوي كده ومنعشة بالطريقة دي وريحتها نظافة قوي كده. فاهمين ازاي؟ فبصراحة ريحته عجبتني قوي قوي قوي. يعني انا حتى لو الرفوف بتاعة التلاجة بتطلع عندي وينفع ان انا اغسلها على الحوض بالصابون وبالخل مثلا، برضو هجيبه علشان خاطر يديني ريحة النظافة دي. بصراحة عجبتني قوي قوي قوي. يعني لو في مثلا في التلاجة ريحة مش حلوة، في ريحة أكل ثابتة في التلاجة أو حاجة، يعني ده هيضيع تماما تماما. لكن بالنسبة بقى للتنظيف هو نفس الإفكت أو نفس النتيجة بتاعة الصابون والخل. عشان أكون صريحة معاكم، يعني ما هوش حاجة قوية قوي قوي. وأعتقد إن هو معمول ما يكونش قوي قوي عشان هو في الآخر للتلاجات، مش مثلا للشفاط أو للدهون القوية أو كده. لكن أنا ما عنديش مايكرويف عشان أجربه فيه. وانتوا بقى لو كنتوا جربتوه قبل كده اكتبولي بقى كده ايه رأيكم كده في الكومنتات. المهم بعد بقى ما انا يعني خلاص نضفت التلاجة كويس قوي، كان عندي بقى الدرج بتاع البهارات ده.
مليان حاجات كتير قوي، من ضمنها حاجات في اكياس وحاجات في برطمانات كده، كل برطمان شكل زي ما انتوا شايفين، بتاع الصلصة، بتاع مربى، اللي هي البهارات الزيادة اللي انا بحب احتفظ بيها في التلاجة، علشان انا بخاف احط البهارات الزيادة بره، علشان طبعا مع الوقت ممكن تسوس. يعني ما ببقى جايبة كمية بحط شوية بره على قد الاستخدام، والباقي بشيله في درج التلاجة. فبصراحة البرطمانات دي زي ما انتوا شفتوا كده كانت واخدة مساحة كبيرة جدا في الدرج بتاع التلاجة، علشان البرطمانات بتبقى كبيرة كده على الفاضي، والرصة بتاعتها مش بتبقى احلى حاجة بصراحة. فانا قعدت افكر طب اعمل ايه انظمه ازاي الدرج ده. قلت احسن حاجة ليه ان انا اجيب له علب صغيرة بس تكون مربعة او مستطيلة، عشان الرصة تكون مظبوطة. لان بصراحة كل ما كانت المنظمات او العلب مربعة او مستطيلة للتلاجة افضل بكتير جدا جدا، بتدي مساحة اكبر سواء في الرفوف سواء في الادراج. يعني لما بحط الحاجة في المنظمات المربعة او المستطيلة في التلاجة، بحس ان الرف فيه مساحة اكبر. فاهمين ازاي؟ فبصراحة ما لقيتش بقى منظمات بلاستيك او علب بلاستيك، وطبعا لازم تكون بغطا. فقلت بقى ايه، يعني اجيب العلب دي. يعني جات لي الفكرة كده، فقلت طب ليه لا يعني، ما هي العلب دي برضو بتنفع للاكل وليها غطا ومحكمة وكمان شفافة، فهتبين لي الحاجات اللي جوه، ويعني اقدر ان انا استخدمها كذا مرة مش مرة واحدة بس. يعني كل ما البهارات تفضى منها هحط في نفس العلبة نفس نوع البهار. بس للأسف بقى نسيت أجيب استيكرات اللي هي بيكون مكتوب عليها أسماء ال- البهارات. فإن شاء الله هجيب الاستيكرات دي، وبعد كده أبتدي إن أنا إيه ألزق على كل علبة الحاجة بتاعتها. بس أنا يعني الحمد لله اطمنوا، أنا عارفة كل واحد فيهم شكله إيه، لأن أنا مش بجيب أشكال بهارات كتير. يعني كل اللي عندي كزبرة، بابريكا، زعتر، حاجات كركم، فلفل اسود، حاجات باينه كده من بعض، ما هياش يعني اتلخبط فيها حتى لو ما حطيتلهاش استيكرات. بس برضو هجيب الاكياس بقى اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. انا هقول لكم بتاعت ايه. الاكياس دي انا كل ما بشتري حاجه من الاماكن اللي هي بتاعت السوريين، اللي هي زي المحمصات والحاجات الحلويات اللي هي التوفي والبونبوني والحاجات دي، بيدوهالنا في اكياس اللي هي محكمة الغلق كده. فطبعا الاكياس دي بتكون نظيفة، لان مثلا في اكياس منها بنبقى جايبين فيها بونبوني توفي، فبيبقى هو اصلا متغلف بس محطوط جوه الاكياس دي، فبيبقى الكيس طبعا نظيف مفيهوش اي حاجة خالص. فبحتفظ بيهم بصراحة. فكنت يعني مجمعة كمية كبيرة جدا، قلت ايه ممكن احتاجها في اي وقت في اي حاجة. وفعلا بقى النهاردة احتجتها، ان انا ابتديت كل الاكياس المربطة اللي انتوا شايفينها دي، في اكياس فيها شوية رز بسمتي، اكياس تانية فيها شوية فريك، وكمان كان في برطمان كده كان في حلبة، فببقى حاسة ان هي ممكن تكرف على باقي الحاجات، فبحب ان انا احطها برضو في حاجة مقفولة كويس كده علشان ريحتها ايه ما تغيرش باقي الحاجات اللي موجودة معاها. المهم بدأت بقى افضي كل الاكياس دي، اللومي المجفف، وابتديت ان انا بقى احطها في الاكياس اللي انا كنت مجمعاها اللي هي محكمة الغلق دي. بس اهم حاجة طبعا يعني ايه عمالة اتأكد كده ان هي اتقفلت كويس عشان مفيش حاجة تتكب مني في الدرج تاني. وطبعا اخدت الدرج وبرده رشيته كده بالمنظف كويس ومسحته، علشان ارص فيه بقى كل الحاجات دي. وبفكر قوي برضو ان انا اجيب لي الرفوف بتاعه التلاجة، اللي هي المفارش بتاعه التلاجة. مش عارفة هتبقى حلوة ولا لأ، يعني انا مش يعني حاسة ان انا مش هبقى متقبلة شكلها قوي، بس حاسة ان هي بصراحة هتحميلي التلاجة. ان انا مش كل شوية انضفها واغسلها، هيبقى المفرش كده سهل، هو اللي يتشال ويتمسح او يتنضف كويس وبعدين يرجع مكانه تاني، فيفضل الرف نضيف. فلو لقيت اشكال حلوة ممكن اجيب بقى للتلاجة برضو ايه للرفوف كده مفارش، علشان الرفوف اللي مغلباني دي اللي مش بتطلع من مكانها. فبصراحة الموضوع بيزهقني وبيخلي يعني تنظيف التلاجة تقيل على قلبي قوي قوي. بس الحمد لله اديني انجزته النهارده. ويعني بكره بقى هحاول اشوف مهمة تانية، علشان خاطر يعني ايه انجز كذا حاجة. بصراحة متكعبلة عندي في البيت ومش نظيفة، محتاجة ان هي كده تتنضف وتترتب، بس على قد يعني الوقت. ممكن مثلا الحاجة اللي أكون هعملها دي هتكون هتاخد مني مثلا ربع ساعة نص ساعة مش كتير، يعني الوقت والمجهود بتاعها بسيط، بس هحس ان الدنيا بدأت تترتب وتنضف كده ايه حاجة بحاجة.
فانتوا كمان بقى اتشجعوا كده، ويعني برضو لو عندكم حاجات مستخبية كده في البيت زي ما قلت لكم مكسلين عنها، يلا قوموا كده على طول بعد الفيديو ابدأوا فيها علشان تنجزوا كده في يومكم حاجة مهمة. وده كده كده بقى شكل التلاجة وشكل الدرج بعد ما اترص، فطبعا فرق شاسع. فمحتاجة رأيكم في الكومنتات، ولايك للفيديو لو عجبكم.